بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ثم ما بعد، فحياكم الله جميعا. وهذه هي الحلقة الرابعة إن شاء الله في بيان حجية السنة النبوية. كانت الأولى منها في بيان في بيان نشأة هذا المشروع وما يخدمه، والثانية والثالثة منها في ذكر بعض القواعد العامة التي نثبت بها حجية السنة وتستعمل هذه، وإن كنت قد قدمتها على قواعد إلا أنها في حد ذاتها أدلة في إثبات حجية السنة. واليوم إن شاء الله سنذكر أدلة خاصة في إثبات حجية السنة. وقبل أن نذكر هذه الأدلة من كتاب الله سبحانه وتعالى، أريد أن أذكر واقعة وقعت مع أحد المنكرين لحجية السنة، حيث أنه كان في الحوار أو في حوار بيني وبينه، كنت قد قلت له أو قلت لمن كان مشرفا على الحوار إن هذا الشخص، يعني منكر السنة الذي يحاورني، إذا مات فإنه لا يجوز غسله ولا تكفينه ولا الصلاة عليه ولا دفنه في مقابر المسلمين. فقال: أنت تكفرني، يعني منكر السنة قال: أنت تكفرني. فقلت: عجيب، فهمت من كلامي هذا على أنك كافر، علما أنه لا يوجد في كتاب الله أنك تغسل إذا مت، ولا يوجد في كتاب الله أنك تكفن إذا مت، ولا يوجد في كتاب الله أنه يصلى عليك إذا مت، ولا يوجد طبعا صراحة ولا يوجد في كتاب الله على أنك تدفن في مقابر المسلمين، وأن يكون عندنا هناك تمييز بين المقابر، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ألم نجعل الأرض كفاة أحياء وأمواتا. ما عندنا مقابر المسلمين في كتاب الله ومقابر غير ذلك. لكنك فهمت من كلام هذا على أنك كافر، بمعنى أنك ما تدعو إليه فهو كفر. فأنا ظننت أنه سوف يبهث بما ذلك، لكن هؤلاء كما قلت مشروعهم هو الطعن في الدين، فانتهى الأمر بأنه يقول صحيح بأنه لا يجوز غسل الموتى ولا تكفينهم ولا دفنهم ولا الصلاة عليهم ولا أي شيء، يعني ولا دفنهم في مقابر المسلمين. فعندئذ أخذت أنا من هذه الواقعة على أن هؤلاء في طور تصحيح هذا المشروع، وما نقوله في الرد عليهم وفي إلزامهم به وهم يتخذونه بعد ذلك هذا هو الدين. ولذلك تركوا الصلاة وتركوا الزكاة وتركوا الحج وتركوا الصيام وتركوا وما قالوا بحرمة الربا ولا بأمور كثيرة من المنكرات تركوها ولم يقولوا بها. منكرات كثيرة فعلوها وعبادات كثيرة تركوها، كل ذلك لأنهم لا زالوا في طور إنشاء هذا المشروع الفاجر. كذلك مما نقوله لهؤلاء، وكان قد قاله قبل شيخنا وشيخ شيوخنا الشيخ الخميس عبد الرحمن الخميس رحمه الله تعالى، عندما يقال لهذا الذي يدعو إلى إنكار حجية السنة: هل هذا الذي تدعو إليه حقائق أو شبهات؟ هذا الذي تدعو إليه أنت، أتدعو إلى حقائق أم تدعو إلى شبهات؟ فإن قال بأني أدعو إلى حقائق، لازم من قوله هذا أن تكون الأمة من لدن الصحابة إلى زمنه هو كلها كانت في ضلال، لأن الحق عنده ويدعو إلى الحق، والأمة كلها كانت في ضلال، وهذا كفر. إذا قال بأن ما كانت عليه الأمة في ضلال، وأن ما وصل إليه الآن هو الحق، وأن الصحابة كانوا في ضلال، والنبي بدء من النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة كانوا في ضلال، والتابعون كانوا في ضلال، وتابعوهم والأمة الإسلامية كانوا في ضلال، هذا يكون كافرا، وهذا ما خرج به سفيهنا، أن الأمة كلها كانت في ضلال. وإذا قال لا أقول بأن الأمة كانت في ضلال، بمعنى أن ما يدعو إليه ليس بحقائق، وإنما ما يدعو إليه هو شبهات، والشبهات يكون منشأها أحد الأمرين: إما جهل في الدين أو خبث في الاعتقاد.
وهؤلاء الذين يدعون إلى إسقاط حجية السنة والله لا يخرجون عن الأمرين، وأكثرهم يجمعون بينهما، إما أنهم جهلة في الدين، وإما أنهم خبيثو العقيدة ويكنون خبثا. فما يدعو إليه هؤلاء هي لا تعد كونها شبهة، قد يغتر بها بعض الشباب الذين هم لهم جهل بالدين، قد يغترون بذلك، قد يزينونها لهم، لكنها تظل شبهة زوالها كإزالة خيوط العنكبوت أو كقطع خيوط العنكبوت، شيء هين. ولو أن الشباب يعني وجهوا وكان للدول الإسلامية اهتمام بهم وصيانة عقيدتهم من هذه الشبهات الداخلة، بحيث أنهم يكونون ولو يعني شيئا يسيرا من عقيدة، يعني يكونون عقديا وعلميا ولو شيئا يسيرا، والله لاستطاع يعني كل الشباب أن يردوا على هذه الشبهات، ولا يحتاج عندئذ للطويل بعلم يرد عليها، لأن هذه الشبهات لا يحتاج يعني الرد عليها، قد يكتفى فيه بمن يعني كانت خطواته في طلب العلم متقاربة أو بالكاد يعني بدأ يطلب العلم، فبإمكانه أن يرد على هذه الشبهات. بل أحيانا يوفق يعني أبناؤنا الصغار إلى كلمات تدل على سخف ما يدعو إليه هؤلاء. هناك أمر واقعي يدحض هذه الشبهة، وهو الآذان. يعلم الكثيرون أن الآذان لا يتوقف في أنحاء الأرض، في الأنحاء المعمورة، فإنه لا بمجرد ما يتوقف الآذان في منطقة إلا ورفع في أخرى. وكما يقولون بأن خطوط الطول في الأرض بين كل خط وآخر 4 دقائق، يعني بين كل خط وآخر مدة زمنية 4 دقائق، 4 دقائق عفوا، بين خط وآخر 4 دقائق، وهذه المدة 4 دقائق هي مدة الآذان. فعندما يرفع الآذان في هذا الخط، فبمجرد ما يقول لا إله إلا الله يرفع في الخط الآخر الله أكبر الله أكبر، وبمجرد ما يقول لا إله إلا الله يرفع في الخط الآخر الله أكبر الله أكبر. فالآذان لا يتوقف، والذي يقال في هذا الآذان الذي لا يتوقف والذي يسمعه الناس دائما وإثبات الرسالة للنبي عليه الصلاة والسلام والدعوة إلى الصلاة حيث يصلي المسلمون بالهيئة التي يصليها بها المسلمون، وفي الأماكن التي يصلي بها المسلمون، وبالكيفية التي يصلي بها المسلمون. كل هذا كافٍ لدحض هذه الشبهة الزائلة، شبهة إنكار حجية السنة، لأنك تسمع في كل وقت أن النبي عليه الصلاة والسلام هو مرسل من عند الله، فيجب عليك اتباعه، وتدعى في كل جزء من الزمن، في كل جزء من الزمن يرفع الدعوة إلى الصلاة، حي على الصلاة، أقبل، تعال إلى الصلاة حيث يصليها المسلمون. فهؤلاء الذين يدعون الآن إلى أن ما جاء به الرسول ليس بحجة، والذين يدعون الآن إلى صلاة غير صلاة المسلمين، دعواهم صدى دعوتهم مع صدى الآذان يعني لا يظهر. لكن لما الناس ابتعدوا عن ألفاظ الآذان، عن معانيها، يعني اغتروا بهم. لما ابتعد الناس عن تعظيم الله سبحانه وتعالى وتوحيده ومعرفة سيرة الرسول ومعرفة سنة الرسول والمحافظة على شعائر الله عز وجل وعدم الاغترار بالنفس، بل الافتقار إلى الله بأن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله كما يقال بعد المؤذن. لما ابتعد الناس عن كل هذا اغتروا بما يرميه هؤلاء من شبه زائفة،
وطبعا نحن نقول بأن الله سبحانه وتعالى يقول: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. نأتي إلى الحجج في إثبات أو الأدلة في إثبات حجية السنة النبوية. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الآية يقول فيها الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، ينادي المؤمنين، ثم يأمرهم بطاعة ثلاث. أولا النداء هو للمؤمن: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وطاعة الله مستقلة، وأطيعوا الرسول وطاعة الرسول مستقلة. لذلك كرر الأمر بالطاعة: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، لأن طاعة أولي الأمر غير مستقلة، وإنما هي تابعة لطاعة الله وطاعة الرسول. فأمر الله سبحانه وتعالى بطاعة لله عز وجل. وأنت عندك القرآن تطيع الله، لكن كيف تطيع الرسول؟ بعد ذلك يقول الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء واختلفتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول. كيف تردوه إلى الله؟ لا شك أنك ردك إلى الله هو الرد إلى كتابه. وكيف ترده إلى الرسول؟ لا شك أن رده إلى الرسول هو الرد إلى سنته. فهؤلاء غير مخاطبين بالآية، لأنهم لا هم يطيعون الرسول ولا هم يطيعون أولي الأمر العلماء، بل هؤلاء يجعلون العلماء يجعلونهم في منزلة سفيهة، ويسفهونهم ويضللونهم غير ذلك. فلا هم أطاعوا الرسول ولا هم أطاعوا الله ولا هم ردوه إلى الرسول. وعدم طاعة الرسول وعدم الرد إلى الرسول هو نفي للإيمان. يا أيها الذين آمنوا لا ينفع عنهم الإيمان. إن الله تعالى يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، يا أيها الرسول، حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فهذا الأمر الأول، أو هذا الدليل الأول. الثاني في قول الله سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أنا هذه النصوص أنا أعلم أنها معلومة عند الإخوة، وأحاول فقط أن أظهر وجه الدلالة في بعضها، وأنا أذكرها لأجل ترتيب السلسلة فقط، وإلا فإن هذه الحجج وغيرها وهي كثير لا يخفى عن إخواننا والحمد لله. يقول الله عز وجل: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. جميع ما أتاكم الرسول المفروض أن تأخذه، الواجب عليك أن تأخذه. جميع ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه، جميع ما نهاكم عنه فانتهوا. بمعنى أن الله سبحانه وتعالى قد أعطى للرسول سلطة، فقال: يا أيها المسلمون هذا الرسول أرسلته إليكم، فكل شيء أتاكم به، كل شيء أتاكم به خذوه منه، وكل شيء نهاكم عنه فانتهوا عنه. لا تقولوا لم نجده في كتاب الله، لا، كل ما أتاكم به خذوه، كل ما نهاكم عنه انتهوا عنه. أنا أرسلت إليكم رسولا وقلت لكم هذا الرسول جميع ما أتاكم به خذوه، كل ما أتاكم به خذوه، وقلت لكم هذا الرسول كل ما نهاكم عنه فانتهوا. ثم بعد ذلك تقول: لا، حتى نرى في كتاب الله، إذن أنت مكذب بكتاب الله. مثال هذا: لو أنني وضعت دستورا فيه افعل كذا وافعل كذا وافعل كذا، عددت بعض الأمور، ثم أرسلت رسولا من عندي وقلت للناس هذا الرسول الذي أرسلته إليكم كل شيء أتاكم به فخذوه، ولم أقل لكم في القرآن لأن الدستور كان كافيا، أنا أرسل لكم الدستور فقط، وأقول لكم اقبلوا منه دستور، لكن أنا أقول كل ما أتاكم به هذا الرسول خذوه عنه، كل ما يقوله لكم افعلوه. بمعنى أن هذا الرسول يجب أن يكون مطاعا في هؤلاء القوم، ويجب أن يكون قوله حجة عنده.
فلو قال قائل بعد ذلك وصار يعترض لا لن أقبل هذا لن أقبل هذا لن أقبل هذا ولأنني لم أجده في هذا، كان متعديا على أمري أنا الذي أرسلته. فهؤلاء الذين يسقطون حجية الرسول كما قلت سابقا هم في الأصل يريدون رد كتاب الله عز وجل، وهم لا يؤمنون بالقرآن، لأنهم لو آمنوا بالقرآن لآمنوا بالرسول حجة صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث الآية الثالثة، يقول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. يقول الله عز وجل لنبيه: قل لهم، وهذه الآية تسمى آية الاختبار، قل لهم إن كنتم فعلا تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الله عز وجل لم يجعل لأحد اتباعا مطلقا بحيث يرتب عليه الهدى إلا لثلاث. هذه الأمور الثلاثة يجب اتباعها إذا أردت أن تكون مهتدي: أن تتبع القرآن، تتبع ما أنزل إليكم من ربكم، هذا الأول. أن تتبع الرسول، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. وأن تتبع الصحابة المهاجرين والأنصار، كما يقول الله عز وجل: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وبعد ذلك ليس عندنا إلا اتباع الهوى، ليس عندنا بعد ذلك إلا من يتبع هواه. فالذي لا يتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا يتبع القرآن ولا يتبع الصحابة هذا متبع للهوى. وهؤلاء المرجفون لا هم متبعون للقرآن ولا هم متبعون للسنة ولا هم متبعون للمؤمنين ولسبيل المؤمنين. الأمر الرابع، يقول الله عز وجل: قل أطيعوا الله والرسول. الرسول عليه الصلاة والسلام الله تعالى يأمر نبيه يقول له: قل لهم أنتم مأمورون بطاعة الأمرين هذين الأمر، قل أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إذا جاء أحد قال لا، أنا أسقط طاعة أحد الأمرين، أنا أسقط طاعة الله، كان كافرا، أنا أسقط طاعة الرسول، كان كافرا. فإن تولوا بحيث أنهم لأن الله عز وجل كلف نبيه بأن يرسل لهم هذا التكليف. النبي عليه الصلاة والسلام مكلف أن يبلغ لهم هذا التكليف، فصرنا نحن مكلفين بطاعة الله، هذا التكليف الأول. الثاني طاعة الرسول. فإذا قلت أنا أطيع الله ولا أطيع الرسول كنت كافر. ولا شك أن طاعة الرسول أن تطيعه فيما جاء به من السنن وغير. أما إذا قلت أن أطيع الرسول في القرآن أنت غير مطيع الآن للرسول، أنت الآن تزعم أنك مطيع لله، لكن في أي شيء تطيع الرسول؟ ستقول أطيع الرسول في القرآن فيما جاء به في القرآن، بمعنى أنك تطيع الله، بمعنى أنك الآن تطيع ما أمرك به الله عز وجل في القرآن، لكن ما أمرك به الرسول. الآن الرسول له أمر يطاع فيه. الموجود في القرآن هو أمر الله، الموجود في القرآن الذي يجب أن نطيع هذا أمر الله. الآن عندنا أمر الرسول، كيف تطيع أنت الرسول في أوامره؟ كيف تطيع أنت الرسول في نواهيه؟ لأن الرسول له أمر: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا. الرسول له أمر والله له أمر أن يكون لهم الخيار. الآن أمر الله في كتابه تطيعه، وأمر الرسول كيف ستطيعه؟ وأنت قد أقصيت السنة. إذن لا بد أن تتولى عن هذا الطاعة. إذا توليتها فحكم الله تعالى فيك أنك كافر. الأمر الخامس حتى لا نطيل ونكتفي بهذا، يقول الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الرسول يقول الله تعالى لنا: لكم في رسول الله قدوة حسنة، اقتدوا به. الرسول أحسن من يقتدى به. لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي كان لكم في رسول الله اقتداء حسن. كان لكم في رسول الله اقتداء حسن، بمعنى أنكم إذا اقتديتم به فهو أحسن من يقتدى به، والاقتداء هو الاتباع. الآن هل تؤمن بأن النبي عليه الصلاة والسلام هو أحسن من يتبع؟ أحسن من يقتدى به هو الرسول. إذا قلت أحسن من يقتدى به إلى الرسول فبأي شيء تقتدي به؟ لنأتي إلى سبيل، هل تقتدي به في اللحية؟ كيف تعلم أنه كان مثلا له لحية لتقتدي به في ذلك؟ هل تقتدي به في كيفية صلاته؟ أخبرني كيف كان الرسول يصلي لتقتدي به. هل تقتدي به في كيفية مناسك الحج؟ لأن لك فيه أسوة حسنة. بمن تقتدي أنت في هذه الأمور؟
هل الرسول قدوة حسنة لك؟ أخبرنا فيما تقتدي. إذا قلت لا، ليس بقدوة حسنة، بمعنى أني غير ملزم بأن أقتدي به، وهو ليس إذن الاقتداء به ليس أمرا حسنا، بل الحسن أن أقتدي أنا بالقرآن بما في القرآن فقط. أما الرسول فالاقتداء به ليس حسنا، كان هذا كفرا صراحا، ولم تكن أنت ممن يرجو الله واليوم الآخر، لأنك إذا كنت ممن يرجو مما يرجو ما عند الله ويرجو اليوم الآخر ليعد له، لاتخذت الرسول أسوتك. لعلنا نختم بهذا، وفي المجالس القادمة إن شاء الله والحصص الآتية بإذن الله عز وجل نذكر بعض شبههم العامة ونرد عليها، ثم نذكر شبههم الخاصة. طبعا الأدلة تبارك الله في حجية السنة النبوية من القرآن هي كثيرة جدا، والجميع يعني يعرفها، فأنا اقتصرت فقط بها على هذه الخمس، مع تلك التي قدمتها الثلاث التي قد نجعلها من الأدلة العقلية أو الواقعية كسبا للوقت، وإلا فكما قلت بارك الله فيكم، فهذه الأدلة الحمد لله معروفة يعني لدى المسلمين. فأسأل الله عز وجل نسأل الله عز وجل أن يحمي ويحفظ شبابنا من كيد الكائدين بهم، وكما نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل كيد هؤلاء في نحورهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.